عارف انت الرعشه دي؟ الرعشه دي بتبقى ناتج مش عن ان انت شربت فنجان قهوه، تمام؟ انت هي دايما بتجيلك بعد شرب فنجان قهوه، يعني هي دايما الرعشه دي بتجيلك بعد طول شرب فنجان قهوه، بس ده ناتج عن ان انت طول اليوم اصلا بتعك، انت طول النهار اليوم تشرب في شاي، تشرب في قهوه، تشرب في نسكافيه، تشرب في سجاير، الحاجات دي كلها فيها كافيين، السجاير فيها كافيين، القهوه فيها كافيين، الشاي فيه كافيين، كل الحاجات دي فيها كافيين، فبالتالي نسبه الكافيين في جسمك بتزيد، فبالتالي بتسبب الرعشه دي وسيبان الاعصاب والتعب والارهاق، تمام؟ ده ناتج عن ان اصلا الجسم في اقصى حاجه ليه بيتجاوز، اقصى تجاوز للجسم انك تعدي ما تعديش ال 300 مللي كافيين في اليوم. يعني انت جسمك محتاج قد ايه؟ محتاج ل 300 مللي كافيين في اليوم. يعني انت لو عديتهم طبيعي ان جسمك ما يتوازنش مع نسبه الكافيين اللي دخلته، طبيعي انك تحس بارهاق، طبيعي انك تحس بتعب. ده مش ناتج عن فنجان القهوه اللي انت شربته، ده ناتج طبعا عن الفناجين اللي انت شربتها. وما تنساش ان انت محتاج تشرب من 2 لتر ل 3 لتر في اليوم ميه طالما انت بتشرب 3 قهوه في اليوم.